الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أفيقوا أيها النيام، وصحوا أيها المرضى، وانتبهوا أيها الغافلون. تعود الساحة الداخلية والخارجية بأحداث عظيمة. المغنيين والمغنيات مكانتهم أصبحت عند نفوس الكثير عظيمة، والأموال التي تدفع إليهم باهظة، واليتامى والأرامل والسكارى والمحتاجين لا يجدون من يعونهم ومن ينفق عليهم ومن ينفق على رؤوسهم. وإذا نادى منادي الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والله تعالى يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وما الأرامل وما اليتامى وما الصناديق التي في المساجد، الصناديق التي في المساجد للتبرع وللإنفاق لبيوت الله ولمساجد الله ولليتامى وللفقراء. وانظروا في كل حي من أحياء المسلمين إلى عدد الفقراء كيف يفعلون، والأموال تنفق في الباطل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا بها عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمهم جميعا فيجعلهم في جهنم. أولئك هم الخاسرون. أمور عظيمة ومعاصي كثيرة، والشوارع والحدائق شاهدة يوم القيامة على كل فاحشة ارتكبت وعلى كل منكر معلن متى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن الأموال التي تنفق في الباطل سيندم أصحابها يوم القيامة عندما يسأل الله تعالى كل واحد منا عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وتشهد هؤلاء الشوارع وهذه الطرقات عن المعاصي التي ارتكبت فيها يومئذ نحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فلا تدري بأي شيء